لو زهقانة من الأكل وعايزة أكلة كده بسرعة، أكلة المستعجلين، أو حتى راجعة من الشغل عايزة بسرعة تعملي غدا سريع، يبقى مفيش قدامك أحسن من الأكلة دي. بسرعة كله مع بعضه في حلة واحدة، لكن بتطلع لك طعم ولا أروع. يلا بينا بسرعة، بسم الله والله الجميل، ونشوف هنعمل ازاي. أول حاجة بنجيب معانا الحلة ونحط فيها مادة دهنية وبس فص مستكة، وننزل برشة صغيرة من بهارات اللحم. وبعد كده بننزل باللحمة على نار عالية علشان تاخد صدمة. مجرد بس ما لونها بيغير من تحت ويبدأ يتغير لونه شوية من الأحمر للون البني الفاتح ده، نبدأ نقلبها على الناحية التانية، وبرضو زي ما احنا على نار عالية. في الوقت ده بكون مجهزة جنبي مية مغلية علشان حالا هستخدمها في اللحم. بس خلاص، بمجرد ما اللحمة اتشوحت معايا كويس جدا، ببدأ أنزل بالمية المغلية حوالي، يا دوبك بس نغطي اللحم بحيث انها تستوي بالظبط 3/4 سوا. مجرد ما بتستوي بنشيلها في طبق جانبي، وبنستخدم نفس الحلة فيها بسيط من السمن. وبعد كده بنزل بالبصل وبسلة وجزر، وبقلبهم كويس جدا لحد ما يتشوحوا ولونهم كده يبقى حلو وزهزه معانا، سواء بقى بسلة فريش زي ما موجود الأيام دي، أو لو حتى بسلة مطلعاها من كيس من الفريزر. تمام. مجرد ما بحس انها كده اتشوحت تمام كله معايا وبقت البسله تمام، ببدا ان انا اوسع شويه في نص الحله. وبعد كده ببدا انزل بالظبط كده، وابدا كده انزل بمعلقه من السكر. معلقه السكر في الوقت ده هتتكرمل وهتديني طعم حلو قوي. طبق البسله بالرز تحفه جدا، يناسب قوي لو غدا سريع، يناسب جدا لو عامله عزومه تعمليه طبق جانبي جنب عزومه. بصوا طعمه تحفه وحاجه فخمه كده ومميزه. بيتعمل اكتر كمان في العزومات وفي المناسبات، بيبقى لطيف جدا جدا جدا. ببدأ بعد كده انزل بالملح وبشعرة صغيرة من التسع بهارات. عملتها قبل كده على القناة، طعمها مميز جدا. بعد كده ببدأ انزل بالرز البسمتي او حتى رز مصري، المتاح عندك اعمليه. الاتنين بيبقوا تحفة جدا فيها وبصراحة لذيذة قوي. ببدأ بعد كده انزل بحاجة بسيطة من لون الزعفران، حوالي بس ربع معلقة على طرف المعلقة كده، بيدي لون حلو قوي للرز. لو عندك الزعفران الأصلي طبعا أوكي جدا. ده لون زعفران يجي عادي من عند العطار، لكن العلبة دي كنت جايباها من السعودية، بصراحة تحفة قوي. في الوقت ده خلاص كانت اللحمة معايا على جنب، قطعتها مكعبات. وفي الوقت ده ببدأ أنزل فوق الرز لما الرز يتشوح كويس معايا. ببدأ بعد كده أنزل باللحمة المكعبات وأقلبهم مع بعض، ولو معايا مرق من الشوربة ببدأ أنزل بيه، وازود ميه مغليه، او لو حتى مفيش بنزل برضو بميه مغليه. كده خلاص ظبطنا الملح. نبدا بقى نقلل درجه الحراره لحد ما الرز يتشرب معانا، وهنشوف الرز طلع معانا عامل ازاي. يا عيني عليه تحفه. الطبق ده مش محتاج اي حاجه غير سلطه الدقوس جنبه، وبس كده احلى اكله واحلى غدوه، وفي ثواني تكوني عملتيها. يا عيني. سلطه الدقوس بتبقى كده بتنزل ترطب على القلب، وبتبقى لذيذه قوي مع الاكله دي. لو بتشوفونا لحد هنا اتمنى لايك وشير وكومنت حلو وجميل زيكم. دمتم في رعاية الله، باي باي.